اهلا وسهلا بحضراتكم حلقه جديده من برنامج مصر المستقبل. مصر المستقبل هي المساحه اللي احنا مخصصينها على شاشه الفضائيه المصريه علشان نعرض لحضراتكم الافكار الابتكارات والمشاريع اللي بيشتغل عليها الباحثين والعلماء وايضا الشباب. بيهمنا ان احنا نلقي الضوء اكتر كمان على المشاريع اللي هم بيشتغلوا عليها، ودايما الهدف من المشاريع ان خاصه الابتكاريه ان هي تستخدم التكنولوجيا وفي نفس الوقت تحل مشكله ممكن تكون موجوده في المجتمع احنا بنتعامل معاها او مع حلولها بشكل تقليدي. الحل هنا بيكون مبني على التكنولوجيا وبشكل غير تقليدي. في حلقه النهارده بيسعدنا يكون معانا الطالب محمد سامح، هنتعرف عليه طبعا بشكل افضل ونتعرف على مشروعه وهو فالكون اي او عين الصقر. اهلا وسهلا بيك محمد. انا كويسه، انت اخبارك ايه؟ الحمد لله. حابين احنا نتعرف عليك ونعرف الجمهور عليك بشكل افضل. انا محمد سامح، عندي 17 سنه، من ثانيه ثانوي عام مدرسه. تمام. موضوع الابتكارات بدأ معاك من امتى؟ بدا معايا بعد ما خلصت ثالثه اعدادي على طول. حسيت ان انا لازم اعمل حاجه قبل ما اخلص ثانويه عامه، عشان يعني امن مستقبلي وابقى واقف على طريق، يعني اقدر حبيت ان اعرف. يبقى عندك مشروع خاص بيك انت بالظبط تشتغل عليه، بالظبط فمن هنا جه حب الابتكارات. بالظبط. مظبوط. عايز اعمل حاجه يعني تفيد البشريه واللي هي تبقى مستقبل ليا يعني. اكيد. طب بتقول لنا ايه اول مشروع انت اشتغلت عليه؟ يعني قبل فالكون اي اكيد هنركز عليه اكتر، بس ايه اول ابتكار او مشروع انت اشتغلت هو عليه؟ انا كان كل المشاريع اللي انا بداتها كانت ليها علاقه بالسوفت وير، لان انا كنت بتعلم برمجه من اولى اعدادي، فابتديت كلها اللي انا بعمل مشاريع ليها بالسوفت وير بس من بدايه من بعد ثالثه اعدادي ابتديت ان انا اخش في المشاريع اللي هي بتفيد الصناعه يعني. فده طورت من مشاريعك بالظبط بشكل اللي انا اكبر. افيد من السوفت وير في الصناعه، ادخل الاثنين في بعض. طيب نتكلم على فالكون اي بما ان هو المشروع الابرز اللي انت حابب ان انت تتكلم عليه. هو جهاز للتنبؤ باعطال السيارات والمركبات بشكل عام. تمام. واي حد بيفكر في ان هو يقدم جهاز اكيد هو بيبقى فيه مشكله هو عايز يعالجها. فانت ايه المشكله اللي استوقفتك وبناء عليه اشتغلت على على تطوير او على الديزاين بتاع فالكون اي؟ الفكره لما جات لي بالظبط، هي كانت جات لي وانا كنت ماشي عادي في الشارع. لما لقيت عربيه وقفت، ولما لقيتها وقفت لقيت ان في حوادث ياما قوي جت متتاليه بسبب العربيه اللي وقفت دي. وقفت ليه؟ عشان حصل لها عطل، فاضطرت ان هي تقف في نص السكه مره واحده، مفيش اي سابق انذار. وكمان لما روحت البيت هنا بقى انا عايز ادور عليها حل للمشكله دي. بابايا قال لي جمله، قال لي مصيبه ان العربيه تقف بينا. ده كارثه بالنسبه لنا. فانا هنا لما دورت لقيت كمان ان المشكله دي موجوده بره، ان العربيات بتقف دايما في نص السكه وبتتعطل، مفيش اي سابق انذار. فانا لا، انا عايز اعمل حاجه تتنبأ قبل ما الاعطال تحصل اصلا. ومن هنا جت الفكره اللي انا شفت الحوادث. هي كانت حادثه هو عادي ده على اللي الطريق. شجعك ان اه، انت هي عايز الحادثه تشتغل؟ على الطريق بالظبط. طيب هل يعني ده هيبقى سؤالي، هل في حاجه مشابهه بس مش منتشره، فكره انه جهاز بيتنبأ باعطال السيارات او بالمركبات، ولا مفيش خالص؟ مفيش خالص، مفيش. مفيش. كل اللي موجود بيكشف اعطال بس. لكن يعني فجاه العربيه بتعطل يعني بالظبط بدون اي سابق انذار. بالظبط. اوكي. هنا عملت ايه علشان تبتكر الجهاز ده؟ يعني ايه كانت الستبس او الخطوات؟ انا اول خطوه عملتها خالص ان انا لما عملت اول حاجه اللي انا جبت بروتوتيب اولي. كنت بنزل ياما قوي الميكانيكيه بسالهم، كنت بسال برضو بابايا. بالسوفت انا كنت باخد كلام اللي هم كلامهم، يعني مثلا لما بتحصل واحد اتنين تلاته بتحصل مشكله كذا. فكنت باخد الكلام ده وبروح اروح البيت اجيب الكلام ده من هيئه المصنع، يعني يقول لي واحد اتنين تلاته دي بياناتها ايه عشان اقدر اعمل الكود بتاعها. فدخلت السوفت وير وجبت السنسور بتاعها. يعني دخلتهم في بعض، لان انا فهمت البرمجه بتاعت الجهاز من الميكانيكي، وفهمت ان السنسورات اللي انا محتاجها واحد اتنين تلاته، فاشتريتها على طول وابتديت فيها يعني. ومن هنا ابتكرت الجهاز ده. بالظبط. طيب الجهاز ده هيبقى ايه؟ بيركب ازاي؟ بيشتغل ازاي؟ يعني انت تمام هنا هو هيبقى وظيفته ان هو يتنبأ تمام. حصلت مشكله في الانجن في المحرك او مشكله بطاريه، اطارات، كل بطاريه. حاجه، تمام. كل المشاكل بتاعت العربيه. هيتنبأ ازاي؟ او الجهاز بتاعي هو منقسم لقسمين. اول قسم ان هو بيسحب البيانات من سنسورات معينه. السنسورات دي يعني انت بتتحط. استهلكت مثلا الجزء ده قد كده، ده استهلكت هكذا صح ان هو ده؟ يعني مثلا اللي هو مثلا في سنسور بيتحط مثلا في الشكمان. ده بيتحط من جوه الشكمان بمغناطيس، مش بفك اي حاجه في العربيه، لان كمان العربيات الحديثه صعب قوي ان انا افك فيها اي حاجه ايا كانت إيه هي. فانا السنسورات بتاعتي كلها ما فيش سلك بيتمد فيها، وبتتركب بمغناطيس او في مثلا حاجه بتيجي معايا اللي انا بركب بيها. بس مش بفك اي حاجه في العربيه. فالسنسورات دي مثلا السنسور بيتركب في الشكمان ده عشان يقيس الاحتراق بتاع العربيه عامل ازاي. فلان انا بمسك الاسباب بتاعه العربيه قبل ما، يعني الاسباب اللي هي بتسبب المشكله، لان انا لو لقيت نسبه الكربون عاليه او فيها قليله فانا هتنبأ ان في مشكله في الاحتراق. مشكله في الاحتراق في واحد اتنين تلاته. الكلام ده كله هيظهر على الابلكيشن اللي برضه بينزل وبيقول لحضرتك ان في مشكله في الشكمان. والاسباب ممكن تبقى واحد او اتنين او تلاته. بس هل ده هيوقف او هيقلل من نسبته فجأة العربية تعطل بشكل؟ طبعا، لان هي كل مشكله، اي مشكله بيبقى وراها اسباب.
لما انا اكون مراقب على الاسباب دي. معالج الاسباب انت انا هتتفادى، بس بالظبط هو انا مراقب على الاسباب. مش هنقدر ان احنا نوقف يعني مش كل العربيات هتقف، لكن هنقلل نسبه حدوث الحوادث اللي متوقفه على الاعطال هو المفاجئه. بالظبط احنا هنقلل التكلفه بتاعه التصليح العربيه، يعني مش هسيب المشكله تكبر او الحراره بتاعه العربيه تعلى والموتور يروح مني وبعد كده اقول روح للميكانيك اقول له صلح لي الموضوع. لا انا بلحق المشكله قبل ما تحصل. وهيبقى معاك زي مونيتور كده صغير، هو اللي بيقيس لك انت استهلكت كذا في كذا، يعني جمع كل البيانات اللي ليها علاقه بالظبط باجزاء هي السياره، ويعمل زي ريبورت او تقرير. مظبوط هيبقى كده. بس بتبقى بطريقه يعني انا بسيطه بس اكيد يعني. عشان اي حد يقدر يفهم، يعني مثلا راجل ست ايا كان يقدر يفهم. يعني مثلا الاجهزه اللي موجوده في السوق اللي مش يعني مشابهه لفكرتي بتكشف اعطال مش بتتنبأ، بس برضو بتكشف الاعطال وبتظهر على ايد كود. ده انا بتكلم هنا على جهاز الاو بي دي. الاو بي دي بيكشف اعطال بس بيظهر على ايد كود، لازم اروح لفني او متخصص يقول لي هو كود. اللي يقدر يشرح يقول لي لك ايه الكود ده اللي معناه ايه. بيحصل. لكن ده لا، الموضوع هيبقى بسيط، وانت بتقول هيبقى بالظبط ابلكيشن على التليفون. بالظبط هو فقائد المركبه هو هيبقى فاهم انا بالظبط استهلكت ايه، عملت ايه، ممكن ايه يحصل بناء على ايه، وبالتالي يتنبأ زي ما انت قلت هنا انه بالظبط ممكن تحصل مشكله، فلا انا اخد العربيه واصلحها او اعمل عليها صيانه. بيروح للميكانيكي يبقى فاهم، يقول له انا عندي مشكله في كذا، مش بيقول له افتح لي الموتور شوف انت وشوف في ايه. يعني انا بوفر هنا يعني الجهاز اي نعم هو ممكن يكون سعره عالي، ولكن انا بوفر هنا مشاكل كبيره، وبوفر ان حضرتك تكون فاهم وحضرتك رايح للميكانيكي بدل ما حضرتك تدفع فلوس ومش عارف هو فعلا صلح او ما المشكله. تتحلش برضو المشكله. بالظبط. وانا كمان الاجزاء اللي في العربيه اللي انا مش بقدر افك فيها ببقى معتمد على الكمبيوتر بتاع العربيه. في جهاز بركبه معتمد على السوفت وير بتاعي برضو، لان الجهاز اللي بيميزه بتاعي هو السوفت وير بتاعه، لان انا مدخل فيه الاي اي والماشين ليرنينج عشان يتعلم طول ما الفتره الجهاز متركب في العربيه. تمام. الجهاز ممكن يتركب ويتفك، فبالتالي انا مش بالظبط كل عربيه محتاجه الجهاز ده. مثلا لو حد عنده شخص عنده سيارتين او يعني عربيتين، هو ممكن ياخد الجهاز ويستخدمه على الاثنين، بالظبط صح لان كده؟ هو بالظبط هو لان بمجرد ان هو يبعت لي انا بغير الداتا بتاعت السيرفر بتاعت الجهاز كامل، ان كل ده بيتبعت لي من الابلكيشن، بيتبعت لي على السيرفر عندي. لان انا كمان الجهاز بتاعي زي ما قلت لحضرتك هو اول حاجه اللي هو بيتوصل بالسنسورات، تاني حاجه بالسنسورات في الاماكن اللي ما فيهاش يعني مش بيبقى فيها، مش بقدر اوصل لها من الكمبيوتر بتاع العربيه، فبضطر ان انا اركب سنسورات. تاني طريقه الحاجات او المشاكل اللي في العربيه ودي باخدها من الكمبيوتر، مش محتاج، ما هي كده كده موجوده في الكمبيوتر فانا هاخدها. فانا بستفاد من الاماكن دي اللي فيها ما فيهاش، وبستفاد من اللي فيها من الكمبيوتر بتاع العربيه الاثنين. لما بركب الجهاز لازم احدثه كل فتره. يعني كمان انا عامل موقع خاص بالجهاز ده، لان زي ما قلت لحضرتك هو بيتركب في عربيه موتوسيكل آلات صناعيه عربيات نقل، فعامل فئات لكل ده، وكل جوه فئه فيه 3 باكجات على حسب حضرتك محتاجه ايه وامكانيات حضرتك وده بيفرق في السعر. بيفرق في السعر والامكانيات بتاعته خدمات. يعني مثلا قلت لحضرتك ان انا بحدث السيرفر ده، اسف بحدث الجهاز. فمثلا لو حضرتك اخترت الباكج الاولاني هحدثه كل 3 شهور، الثاني شهرين، الثالث في كل اسبوعين. كل بالظبط باكج وليها تفاصيل بالظبط. مختلفه. تمام. لان الجهاز بيختلف لو ركبته في الصيف غير الشتاء، او لو انا اتحركت بيه 100 كيلو زياده فلازم احدثه كل شويه. بالنسبه للمسابقات، يعني احنا دايما بنشوف المسابقات بتبقى فرصه كويسه قوي ان هي بتخليك تتعرف على يعني رجال في الصناعه، خبراء، قطاع خاص، ممثلين عن القطاع الخاص، ممكن هم يعني تعجبهم الفكره يساعدوك يبقى في شراكه. فانت شاركت في اي مسابقه او؟ هي مسابقه ايسف تاهلت فيها جمهوري والحمد لله خدت مركز تاني. بس الصراحه ما ركزتش، ما دخلتش في مسابقات تانية، لان مشكلتي ان انا يعني ما فيش الوقت الكافي، لان انا بحب اركز في حاجه يعني واحده بس. فانا مركزت على الجهاز ده جدا لان انا حاسه ان هو هيعمل طفره في السوق، لان هو كمان عايزينه بره لان هو مش موجود في السوق بره برضه. تاني يعني انت حاجه قلت ما فيش حاجه مشابهه، اذا كانت مشابهه فهي اوريدي ان هي يعني كشف الاعطال بالظبط لكن مش التنبؤ بالظبط. بالاعطال. للمستقبل انت بتفكر في ايه يا سامح؟ يعني اوريدي انت جزء كبير اعتقد من المشروع خالص. تمام. انت بس هتبقى محتاج
يعني ايه اللي انت محتاجه والسبونسر يقدر ان هو يساعدك بيه؟ هو كل حاجه جاهزه، السوفت وير جاهز، السنسورات اللي انا هشتريها من بره، لان انا بروتاب الاولي اللي انا عملته ده جبت السنسورات بتاعته كلها من مصر. واضطريت ان انا استخدم فيه اسلاك لان التكلفه كانت بتاعتي قليله. اه، محتاجين آه، يعني دعم مادي اعلى. بالظبط، فانا مجهز كل حاجه كجهاز منتج صناعي. ولكن مشكلتي كلها في الفلوس. السوفت وير معايا، الاي اي جاهز، الماشين ليرنينج مدخله، فكل ده الموقع قرب يخلص لان انا مش عارف اطلعه واعمل عليه لانش، لان المشكله اللي انا عشان اقدر اطلعه لازم اماركت، ولازم افتح بيدجات للفالكون اي. فمحتاج ان يكون في دعم مادي بالظبط. بالنسبه. هو انا لو انا معايا الفلوس هعمل اول يونت، واول ما اخلص اول يونت هروح للمصانع يعتمدوه منه، وبعد كده خلاص انا كده جاهز ان انا اصنع ككميات يعني. يعني احنا نتمنى طبعا باذن انه الله. تقدر ان انت تحقق المشروع ده. يعني هو بالاضافه طبعا للمشروع الخاص بيك، انت عندك اكاديميه، يعني حتى لو انه سنك صغير لكن انت كمان عندك اهتمام بالظبط. في هي مجال. الأكاديمية بتعلم أصلا برمجة بجميع تخصصاتها. لأن أنا عانيت، يعني أنا مثلا لما ابتديت أتعلم برمجة مشكلتي إن أنا ما كنتش لاقي مصادر. والمصادر اللي بفلوس مش هقدر عليها، بس بتوفر رود ماب بس غالية جدا. مش بتوقفني على الطريق الصح. فأنا لما اضطريت إن أنا لا، ده أنا نفسي أعمل حاجة شبه كده عشان أريح الجيل اللي معايا. والأكاديمية بتعلم برمجة من أول 13 سنة لغاية 25 سنة، يعني فئة الإعدادي والثانوي والكليات. ماسك جميع تخصصات البرمجة، أيا كانت ويب أبليكيشن، سايبر سيكيورتي، اي اي، جيمنج، 3 دي، 3 دي ديزاين. جميع التخصصات دي أنا مجالات مختلفه. بالظبط. وكل مجال حاطط فيه برضو ان هو لا، انت في نظام تقسيط كويس، في منهج كويس، في لو انت عايز برايفت، عايز مجموعة، فكله متاح يعني عشان اقدر اسهلها على الطلاب اللي معايا. هل في مشاريع تانية انت اشتغلت عليها غير فالكن اي، ولا انت حابب بس ان انت تركز بس على المشروع ده هو او؟ لا، انا الصراحة ركزت عليه جدا هي والاكاديمية، لان برضو الاكاديمية بالنسبة لي حاجة مهمة جدا. بالنسبه للمستقبل، يعني انت لسه طالب في مرحله ثانوي، ثانوي. اكيد يعني بتبص على المستقبل على الجامعه. آه، انت بتفكر يعني عايز تعمل ايه، او ايه الجامعه او الكليه اللي انت حابب انت تلتحق هو بيها؟ انا الصراحة في الفترة دي انا بقدم على منح، لان انا نفسي اخد منح من بره، ولكن باذن الله يعني بعد ثالثه ثانوي لو ما وفقنيش فانا هخش اكيد كلية هندسة كمبيوتر. ان شاء الله. باذن يعني الله. احنا بنتمنى طبعا يا في رب. المستقبل انت تلتحق بالكليه لو جت منحه. باذن يعني الله. بنتمنى انه انت تحصل عليها، بنتمنى ان انت تلاقي سبونسر ان هو يدعمك في فكره فالكن اي، ان هي تتنفذ طبعا على الارض، وفي نفس الوقت ان انت تكبر الاكاديميه. بالظبط. لان احنا دايما محتاجين ان يكون في اكاديميات اكتر دايما مواكبه لكل التكنولوجي السريع اللي بيحصل، كل حاجه بتتغير بسرعه جدا، فاحنا لازم نكون يعني مواكبين صح. لهذا التطور. في حلقه النهارده كان معانا الطالب محمد سامح، حاولنا ان احنا نقرب طبعا اكتر من المشاريع اللي اشتغل عليها، وبالتحديد مشروع فالكن اي. بنتمنى له التوفيق. شكرا جزيلا ليك. شكرا. شكرا جزيلا مشاهدينا، انتظرونا حلقه جديده وموضوع جديد ومشروع جديد في مصر المستقبل.